كتير من الناس بيبدأوا استثمار بحماس، لكن بعد فترة بيكتشفوا ان هم خسروا جزء كبير من فلوسهم. ليه؟ بسبب 3 أخطاء بسيطة لكن قادرة تدمر أي بروتوفوليو، أي محفظة استثمارية. فالفيديو ده جاي أقولك على 3 غلطات بالله عليك ما تعملهاش. أنا ممكن أكون غلطتها، فعشان كده جاي أقولها لك. الفيديو ده مش هيبقى طويل خالص، ممكن تعتبرها زي كبسولة تتفرج عليها ما بين فترة والتانية عشان تفكر نفسك بالحاجات ال3 حاجات دي المفروض أو ما ينفعش إن أنت تعملها. فمن غير ما نطول يلا نخش على أول حاجة، واللي هي ان انت بالله عليك ما تستثمرش في حاجه انت ما تعرفش عنها حاجه. ما تروحش تشتري اسهم عشان واحد قالك استثمر فيها دي هتكسب. راجع حلل السهم، اقرا الميزانيه العموميه والتقارير الربع سنويه والسنويه وشوف اخبار السهم. قبل ما تستثمر حاجه لازم تكون عارف. نفس الكلام على البيزنس، لما تيجي يعني تخش في بيزنس مع سواء شريك او لوحدك لازم تكون دارس كل حاجه، عامل دراسه جدوى. ما تخشش في حاجه. انا الغلطه دي عملتها، وعشان كده بقول لك ما تغلطش نفس غلطتي بالله عليك بعد اذنك. انا عايزك ما تخسرش فلوسك. فبالله عليك اسمع النصيحة دي، وارن بافيت نفسه قالها: ما تستثمرش في حاجة انت ما تعرفش حاجة عنها. أم للأسف أغلب الناس بتغلط غلطات كتير، والغلطات دي بتبقى منطقية جدا. ستيل الناس بتغلطها اليومين دولت. بتبقى عارفة الغلط وستيل بتغلط نفس الغلطات. انت ممكن نفسك تشوف وتراجع نفسك الذاكرة، تشوف الغلطات اللي انت عملتها اخر كام يوم، هتلاحظ ان هي غبية جدا. لو انت كنت قعدت مع نفسك فكرت 5 دقايق او دقيقة ما كنتش هتعملها. ودي غلطة لازم انت تعرفها قبل ما تخش في اي استثمار، لان انت مش هتخسر وقتك ولا حتى ايا يكن ايه. انت هتخسر حاجتين: فلوسك والوقت اللي انت عملت الفلوس دي. فخلي بالك عشان دي منطقة خطرة جدا، بالذات لو بتستثمر في البورصة. تاني غلط وان انت تسيب مشاعرك هي اللي تتحكم في قراراتك، بالذات المالية. لما السوق بينزل بتخاف وتبيع، لما السوق يطلع الطمع بيخليك تشتري في وقت متأخر. النتيجة في كلا الحالتين بتخسر فلوسك. صدقني الحل بسيط جدا: التزم بخطة قبل ما تستثمر في الحاجة. يعني مثلا لو انت بتستثمر في الذهب، استثمر بطريقة ال DSA Dollar Cost Averaging، ان انت تستثمر بمبلغ ثابت على فترات منتظمة وثابتة. مثلا يوم واحد في الشهر من كل شهر تستثمر مثلا 3000 4000 جنيه في الذهب. كل شهر يوم واحد تحط الرقم ده، والطريقة دي اثبتت نجاحها على مدار سنين كتير بل قرون. اوكي، فلازم تلتزم بخطة وتكون عارف انت بتعمل ايه قبل ما تحط فلوسك في حاجة، بالذات لو انت زي حالاتي بتستثمر في البورصة. انت لو مش متابعني بعد اذنك شوف الفيديوهات اللي انا عاملها في البلاي ليست. لو انت عندكش خبرة في البورصة، انا عايز اقولك انا مش خبير، لكن بكسب في البورصة، بكسب كويس جدا. عامل عوائد مش عالية جدا لكن عوائد اعلى من البنوك. فانت ممكن تشوف البلاي ليست بتاعتي. انا بغلط غلطات بقولك ما تعملهاش، فانت بتتعلم وبتعملهاش. فببساطة انا داخل البورصة بحاول على قد ما اقدر في الفيديوهات دي ان انا اشاركك الغلطات اللي انا بعملها والعوائد اللي انا بعملها، وبوريها لك من غير اي فلترة. اي خسارة اي مكسب بوريه لك من غير ما اكدب عليك. حرفيا مراية ليا. انا بقول لك انا بعمل ايه. بذاكر في البورصة، بقرأ كتب وبجرب قدامك، والنتيجة بوريها لك. فانت لو مهتم بفعلا كونتنت زي ده ممكن تعمل لي سبسكرايب وتشوف الفيديوهات الجاية اللي زي دي. تالت واكتر خطأ ممكن يدمر اي بروتوفوليو، واللي هو ان انت بتستثمر وانت معكش خطة اصلا. ما عندكش خطة ولا هدف ولا محدد مدة زمنية للاستثمار بتاعك، سواء قصير الاجل ولا طويل الاجل. فقراراتك بتبقى عشوائية جدا. الحل: اعمل جدول اسبوعي او جدول شهري او كل 15 يوم تحدد ان انت تستثمر مبلغ معين في حاجة معينة. لازم قبل ما تستثمر الحاجة تكون عارف انت بتعمل ايه وليه، ايه السبب وليه، وليه انت بتستثمر في الحاجة دي، وايه الريسك بتاعك. دايما بقول النصيحة دي لأغلب الناس اللي بتشوفني: اوعى تستثمر بفلوس انت متقدرش تخسرها. لو انت تقدر تخسر مثلا 30%، خلاص استثمر ب30% في حاجة عالية المخاطرة زي الأسهم اللي في البورصة مثلا. هكذا لو انت اخرك 60% تخسر 60% من فلوسك، خلاص الفلوس دي انت ممكن تستثمرها في حاجة عالية المخاطرة، ما تستثمرش اكتر من كده
في حاجات عالية المخاطرة زي البورصة مثلا، ممكن تحطها في ذهب، في صكوك، شهادات، ودائع بنكية، حاجات دفاعية. وممكن حاجات زي كده اشرحها في فيديوهات جاية، فاتأكد ان انت عامل لي اشتراك في القناة لو عجبك الكونتنت. حاجة تاني عايز اقولك ان انت بعد ما تعمل جدول وخطة واضحة، كل مرة تيجي لك فلوس مش متوقع ان هي جات لك، او من مكان انت مش متوقع ان يجي لك منه، مثلا سواء انت كنت مسلف صاحبك فلوس ونسيت ان انت مديله فلوس ورجعها لك، استثمرها. والدك اداك فلوس مثلا في عيد ميلادك او في العيد، سواء كعيدية او عيد ميلادك جه، ايا يكن، استثمر الفلوس دي. سواء بونص جبتها، والدك اداك فلوس، ايا يكن، حاول تستثمرها. هقول لك ليه دلوقتي. استثمر الفلوس وشوفها كايه، كجايزة ليك او كحافز ليك ان انت تستثمر فلوسك. اتحدى نفسك ان انت تستثمر وتيجي على نفسك، بالذات لو انت سنك صغير، لان انت مش هتعرف تحوش وتستثمر بالنسبة كبيرة وانت كبير. فدي الحاجة الوحيدة اللي انت ممكن تعملها وانت صغير. فدايما شوف الاستثمار كتحدي، ك... كحافز ليك، كمكافأة ليك، ببساطة. صدقني لو انت تبنيت الفكرة دي هيبقى عندك حرية مالية في فترة أقل من اللي انت متخيل ان هي هتبقى موجودة. لو انت متخيل ان انت هتبقى في 5 سنين هتبقى مليونير، لو فعلا انت تبنيت الفكرة دي هتبقى أقل من كده 3 سنين أو ممكن 2 سنين ونص. فدي ببساطة. يعني اتحدى نفسك، شوف قد ايه من الفلوس تقدر تمشي من غيرها، استثمرها. خلاصة الكلام في الفيديو ده ان انت تتحكم في مشاعرك، تشتغل بخطة، وبكده تكون مستثمر ذكي ببساطة. طول ما انت وصلت للحتة دي في الفيديو فانت اديتني وقتك واهتمامك، اغلى حاجتين في العالم حاليا. فتأكد ان انت عامل لي اشتراك وعشان تشوف الفيديوهات الجاية. انا محمد خالد، والسلام عليكم.